اهلا بيكم، انا غادة ودي قناتي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. القلقاس المصري التقليدي بالطريقة الأصلية بتاعته، يعني من غير بشاميل ولا صلصة ولا كل الكلام ده، ولا التكات ولا الافتكاسات ولا الحركات دي. القلقاس النهاردة لكل عروسة وكل ست لسه مش عارفة بيتعمل ازاي وبيتفرزن ازاي. هنعمله النهاردة ونفرزنه بكميات ونحطه في الفريزر يقضينا فترة الشتاء كلها، بما انه يعني كائن شتوي بالنسبة لي، مش كائن صيفي. يعني مينفعش اخزنه واكله في الصيف لانه هو يعني بيدي حرارة جامدة جدا. طيب احنا فرزنا قبل كده القلقاس في فيديو اللي فات، فيديو التفريزات كان مدته ساعة طويلة. ده كان فيديو لتفريزات السنة كلها، كل انواع البقوليات، اغلب الخضروات. كانت الفيديو كان فيه حاجات كتير، لكن انا قررت اخد مقطع كل جزء اعمله لكم مع الطبيخ بتاعه. فانا النهارده هفرزن القلقاس وهقول لكم طريقة الخضرة بتاعته والطشة بتاعته، ونفرزنه ازاي من غير ما يسمر مننا، وازاي نقطع العرق او الزلال اللي بيبقى عليه، وكمان نطبخه ازاي. طيب انا جبت كميه من القلقاس، اي كميه انت تفضليها جيبيها وتقشريها بسكينه ناشفه وتبقى متقطعه على فوطه ناشفه، نحط عليها 3 4 معالق خل، او يعني بما يعادل ربع كوبايه خل وعصير ليمونه كبيره وشويه ملح، كاننا بنغسل فراخ من غير ميه. دلوقتي هنحط ربع كوبايه من الخل زي ما قلت، عصير ليمونه كبيره ومعلقتين كبار من الملح، ونبتدي نفرك القلقاس كويس. ده هيعمل ايه؟ هيقطع لي الماده الزلاليه اللي عليه، فمش هضطر اقعد اغسله كتير قوي او اضطر اعمل له صدمه زيت والحاجات اللي انا بشوفها دي. لا، انا هفركه كويس، وبعد ما افركه 10 دقايق هحط عليه ميه فتره، لا هي ساقعه من الحنفيه ولا هي سخنه، وهسيبها اسيبه منقوع شويه في الحاجات دي كلها. طيب انا هنا عملت ايه؟ مجهزه كميه كبيره من الكزبره، طالما هنحمر ونحفظ يبقى هاتي مثلا 10 12 ربطه كزبره، واغسليهم كويس بميه وخل، وصفيهم كويس من الميه، واضربيهم في الكبه او حتى قطعيهم على ايدك بالسكينه على البورده، وابتدي حطيها على نار هاديه لحد ما يبتدي ينزل السوائل اللي فيه، وبعدين يشربها تماما وتتبخر، وبعد كده نبتدي نحط الماده الدهنيه. انا هنا بالنسبه لي خلاص الخضره بتاعتي اللي هي عباره عن كزبره خضره. هنا الكزبره الخضراء كلها نزلت السوائل، اتبخرت السوائل، ابتدى ينشف. هحط عليه معلقه سمنه كبيره، شويه زيت او زبده لو تحبي، وهبتدي احمر هنا الخضرة بتاعتي كويس وانعمها تماما، سواء بالكبة سواء بالايد الهون زي ما تحبي. انا هنا بالنسبة لي القلقاس غسلته وقطع المادة الزلالية بتاعته كويس، والمية بتاعته بقت نظيفة وصافية. هصفيه كويس جدا لحد ما اتاكد تماما ان المية، شايفين وانا بهز المصفى مفيش اي مية تقريبا نازلة. هعصر بقى عصير عليه نص ليمونة، ده عشان اضمن انه ما يأكسدش ولا يسود معايا طول فترة الخزين. حتى لو اتبقى معايا اكياس الموسم الشتوي خلص وانا الموسم عدى وجه عليه الموسم الشتوي اللي بعده، ولا هيجرى له اي حاجه وهيبقى زي الفل. اهم حاجه وانت بتشتري القلقاس اللي هتفرزنيه يكون الحبايه بتاعته بينك، لونها بينك مش بيج وقالب على بني، لا، تبقى الحبايه بتاعته لونها بينك او روز فاتح. تمام، دي من اهم عوامل اختيار القلقاس. تعالوا نطبخه بقى، نشوف طريقة الطبيخ المصرية التقليدية بطريقة حلوة وظريفة وطعمها حلو جدا وما فيهاش اي افتكاسات. معايا هنا القلقاس اللي انا فرزنته، شايفين طبعا هو هنا اتفرزن واتلج وما حصلوش اي حاجة بلونه البينك ما شاء الله زي ما هو محتفظ بلونه. معايا كمان الخضرة اللي انا فرزنتها في كيس تلاجة في الفريزر، تقدري تحطيه في كيس تلاجة في برطمان زي ما تحبي. ومعايا عصير او بشر طماطمتين متوسطين او طماطمايه واحدة كبيرة، وشويه كزبره، دول اللي باقيين عندي كزبره ناشفه. فكرونا نخرج مع بعض عند ابو عوف نجيب شويه توابل كده بما ان التوابل بتاعتي خلصت، وكمان معلقه من الثوم كبيره. وبس كده، ولا فيش اي حاجه عندي بقى. شوربه او مرقه، مرقه لحمه، مرقه فراخ، اللي تحبيه، المهم تكون عندك شوربه كويسه، تكون شوربه بروتين. وهحطها على النار ويكون عزم الغليان شديد. تمام، خلاص هي سخنت معايا كويس قوي، هنزل بالقلقاس بتاعي. خلاص القلقاس هينزل يغلي غلوتين ويدخل فيه مرحلة السوى.
مش هنحط دلوقتي اي اضافات غير لما القلقاس بتاعي في الشوربه يتسلق في مرحله السوا. انا هنا خلي بالكم مش عامله القلقاس باللحمه، مش حاطه اي بروتين فيه. انا بعمله لكم بالطريقه التقليديه الاصليه اللي تعلمك ازاي تعملي القلقاس، وبعد كده حطي انت افتكاساتك براحتك بقى. انا بالنسبه لي القلقاس هنا شايفين فاتح ازاي. الناس اللي بتشتكي ان القلقاس المفرزن بيسود معاها او بيغمق او مش بيستوي حلو، خلي بالك ان القلقاس المتفرزن بيستوي اسرع من القلقاس اللي بتعمليه فريش. طيب خلاص، انا القلقاس بدأ معايا يدخل في السوا، هحط بشرة طماطم. طيب بشرة طماطم ما حطيتوش ليه يا غادة مع بداية حط القلقاس؟ لانه بيعطل سوى القلقاس. المعلومة الأهم والتركية اللي لازم تحفظيها وانت بتعملي القلقاس، ودي اللي مامتي حبيبتي عرفتهاني، الطماطم بتعطل سوى القلقاس. طيب احنا مش هنعمله بصلصة، هي يدوب بشر طماطمايه كبيرة او 2 طماطم متوسطين، حبتين طماطم متوسطين. ليه؟ لان القلقاس مش خضار بالصلصة، ومهوش الطف حاجة بالصلصة. تمام، فاحنا بنحط بشر طماطمايه بنخلي لونه حلو وطعم المرقة بتاعته جميل. ومجرد ما ياخد غلوتين 3 ببشر الطماطم، نحط المكعب او معلقة الخضرة بتاعتنا ونقفل، مش هنغلي بالخضرة بتاعته. خلاص انا قفلت النار لما مجرد ما حطيت الخضرة بتاعته، وهبتدي اعمل الطشة. طيب معلقة سمنة او زبدة المتوفر عندك، لكن مش احلى حاجة انك تحمريها بالزيت، وكمان معلقة توم محترمة كده وهنحمرها. طيب نخلي بالنا واحنا بنحمر التوم انه ما يغمقش مننا، عشان مش يمرر لي الشوربة او مرقة القلقاس ويبقى واحنا بناكله ممرر وطعمه مش احلى حاجة. طبعا درجة الخضار اللي بتحبيها في الخضرة بتاعة القلقاس بتحمري بيها. انا بحبها شخصيا غامقة، يعني ما بحبش احمرها لدرجة انها يعني تمرر معايا. ما بحطش فيها ورق سلق، انا بعملها كزبرة خضراء فقط، وبيبقى طعمها مميز جدا. هنا هحط معلقة شاي كزبرة ناشفة على التوم بتاعي، تحمر تحميرة حلوة بقى لون الكراميل فاتح، وهنزل على القلقاس بتاعي. شايفين الكزبرة لسه هي ما فكتش في الشوربة، هنزل عليها وهغطيه واسيبه. طيب هقدمه على طول؟ لا، سيبيه 10 دقايق بس كده يهدى ويبقى ميكس الطعم يمتزج مع بعض، الثوم مع الكزبرة مع القلقاس، وبعدين ابتدي حطي في الاطباق. ده شكل القلقاس بتاعي اللطيف الظريف اللي هو احلى حاجة من اكلات الشتاء. والفرخة بتاعتي الصغنطوطة القمر دي، وكمان قدمتها مع رز ابيض. دي فرخة مسلوقة عادي واتحطت قالتها عادي جدا. ولو حابين تعرفوا طريقة سلق الفراخ، او بتحبوا تشوفوا الشوربة طعم الشوربة افضل شوربة تاخدوها ازاي من الفراخ، عرفوني في التعليقات. واشوفكم على خير، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. مع السلامة.